اللي ما تعرفش هو مع ايه؟ نظام اجور معقد وغير واضح وغير عادي ورسخ للتفاوت. عايز اقول لكم خلوا بالكم جميعا من اللي حاصل. الدولة مشروعها انها تقول لتلتين الموظفين روحوا البيت، مش عايزين. المعلم مبسوط منك يقول لك مش عايز اشوف وشك تاني. هذا هو المشروع. طب ينفذوا ده ازاي؟ قال لك من حقكم تطلع معاش مبكر. خلي بالك احنا لسه ملدوعين من قصه المعاش المبكر دي بالعمال في الخصخصه، فاكرين؟ لسه الناس ما فاقتش. قال لك هنطلعكم معاش مبكر زي الفل. انا واحد دفعت اشتراك لغايه سن 50 سنه. قال لك ويعني هنديك ال10 سنين الزياده اللي باقيين، هيديك لغايه 5 سنين زي الفل. تديهم لي منين يا عم؟ من فلوس التامينات اللي احنا دافعينها. ما دمت عايز نمشي، ما دمت عايز الناس تمشي، ادفع لهم انت الفلوس. السيد وزير التخطيط، السيد وزير الماليه، ها؟ لا، بالتامينات، من هيئه التامينات. احنا فلوسنا بتروح فين؟ فلوسنا بتروح اشتراكات في هيئه التامينات. من فتره قريبه عارفين ان في جهه ما غير معروفه لدعت القرشين وخدتهم وخلعت، ومن ساعتها بنقول ادينا فلوسنا مش عارفين ناخدها منهم تاني. دي قصه. الجهه دي بقى رجعت تاني تقول لنا لو الاستاذ عايز يطلع معاش مبكر يطلع، وهنديله الفلوس اللي تعوض خروجه. هتديهم له منين؟ قال لك من فلوس التامينات. دي فلوسنا يا عم، عايز تمشيه ادفع له انت. هات من الخزانه العامه، هات من الخزانه العامه، هاتوا خلي وزاره الماليه هي اللي تعوض الناس. ما قالش كده، على العكس خلى الناس الفلوس دي تتاخد، على فكره تتاخد من التامينات كمان. على فكره اوعوا تعتبروا ان فلوس التامينات دي بتخلص. وسبق انها قبل كده خلصت، وسبق ان قبل كده بقى في عجز في اعطاء المعاشات للناس. لكن هؤلاء المغامرين اللي ما عندهمش مانع انهم يغنوا حتى بلقمه العيش بتاعت شويه ناس كبار في السن مش قادرين يعملوا حاجه، يفاجئوا بهذا الامر. تعالوا نقول لكم حاجه نهائيه واخيره في هذا الموضوع. يا زملاء افتكروا معانا، افتكروا كويس. اللي عاوز يطلع معاش هيطلع، بس مش هيرجع الجهاز الوظيفي تاني. قال لا، طب معنى كده كل اللي فوق ال50 هيطلعوا. طب ويعني هتعين غيرهم؟ قال لك ايوه، بس مش من دول بقى، لان دول احنا طلعناهم. احنا هنجيب ناس تانيين عنده 45 سنه كده، يكون طالع على المعاش لسه 45 سنه من جهه تانيه، هيروح يخش المسابقه قدام الناس. فاللي عنده 45 سنه اللي جاي من جهه تانيه ده هينزل قدام حضرتك، الاستاذ ابو النضاره اللي زي ملامحه زي ملامحي ده، هينزل وهنشوف مين اللي هينتخب، مين اللي هيختاره اللجنه العليا. السيد اللواء فلان الفلاني اللي طلع على المعاش، ولا الراجل الغلبان ده اهو اللي زي حالاتي. لما هيتحطوا قدام الاثنين قدام هذه اللجنه اللي تختار، واللي بيصل نسبه الاختيار ل 100%، هيختاروا ازاي؟ هيختار مين؟ هيجيب لي السيد اللواء اكس، ولا هيختار هذا المواطن الغلبان اللي هو يعني ايه، لا معاه ابيض ولا اسود، وجاي كل اللي معاه شهادته وبعض الدراسات العلميه والرغبه في الاداء. انا يعني اتوقف عند هذا الحد واقول لكم احنا عندنا استعداد بعد كده ان احنا نقعد معاكم لو في اسئله تتعلق بهذا الموضوع لها صله بالمواد المختلفه اللي نص عليها القانون، ونبقى نتكلم في هذا الموضوع مره ثانيه.